تحاك مؤامرات في الظلام، وتدور الخفايا من حولنا دون أن نعلم، فتحكم عالمنا عائلات تنفذت فيه بما لديها من أموال، فسيطرت على البنوك والنفط وحتى بذور النباتات. وبهذا نعرف أن سطوة المال أقوى من منظومة السياسة باعتراف الجميع، وهو المتحكم في من يتخذ القرار. في الوقت الذي كان يعتقد فيه البعض أن الحكومات هي من تدير العالم والأحداث السياسية والاقتصادية الكبيرة والمؤثرة عالميا، ولكن في حقيقة الأمر هناك بعض العائلات هي من تحكم العالم سرا. وإن كنت تريد أن تعرف تفاصيل أكثر عن هذه العائلات فابق معنا إلى آخر الفيديو. ونبدأ بعائلة بوش. بدأ الوجود السياسي لعائلة بوش مع بريسكوت شيلدون بوش الذي ولد عام 1895 والتحق بجمعية الجمجمة والعظام في جامعة ييل. ويقال إن بوش قاد انقلابا فاشلا ضد الرئيس فرانكلين روزفلت بتمويل من عائلة دوبونت وروكفيلر ومورغان، وذلك لتثبيت دعائم الفاشية الدكتاتورية في الولايات المتحدة. لكن تم التكتم على هذه المحاولة، وصعد بوش كرئيس للبنك الاتحادي الذي يعتقد أنه كان مكان إخفاء الذهب النازي. أصبح كل من ابن وحفيد بريسكوت، وهما جورج بوش الأب والابن، رؤساء للولايات المتحدة، وقد شن كل منهما حربا على العراق. واستفادت من هذه الحروب شركة على علاقة بالعائلة مثل هالي بيرتون والكي بي آر، وتعتبر اليوم عائلة بوش أقوى عائلة سياسية في الولايات المتحدة، ولديها ثروات ضخمة في البنوك والنفط. ثم عائلة مورغان. بدأ وجود عائلة مورغان حين قام جون بيير بونت مورغان وعائلة روتشيلد بإقراض وزارة الخزينة الأمريكية 3.5 مليون أونصة من الذهب خلال فترة الذعر المصرفي في الولايات المتحدة عام 1893. وبسيطرتها على إمدادات الذهب، قامت عائلة مورغان بتأسيس أكبر الشركات الأمريكية، وهي جنرال إلكتريك، AT&T وشركة الصلب الأمريكية. وكان هذا النفوذ السبب في توجيه الاتهام لعائلة مورغان بإجبار الولايات المتحدة على الدخول في الحرب العالمية الأولى لحماية القروض التي أقرضتها العائلة لروسيا وفرنسا. قام مورغان الابن بإقراض الولايات المتحدة قرضا بقيمة 500 مليون دولار للحرب، وتمكن من الحصول على 1% على الإمدادات التي تقدمها شركته. كما يقال أنه كان للعائلة دور في هجوم اليابان على قاعدة بيرل هاربر، وذلك بالتواطؤ مع عائلتي آيواساكي ودانكلانز اللتان تمتلكان شركتي ميتسوبيشي وميتسوي. تدير العائلة أكبر احتياطي للذهب الخاص في قبو، ويقال أن هذا القبو مرتبط بنفق ببنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي. ونصل إلى عائلة روتشيلد. تعتبر عائلة روتشيلد من أغنى العائلات في العالم، بصافي ثروة تتراوح ما بين 500 مليار دولار كأصول شخصية إلى 100 تريليون دولار كأصول مالية. وقد كان وجود عائلة روتشيلد في مجال التمويل العالمي منذ 1760، حيث قام الأب مايير أمشيل روتشيلد بوضع أبنائه الخمسة في المراكز المالية الرئيسية في العالم. وقد عززت العائلة من وجودها بتمويل العائلات الملكية والحكومات وطرفي النزاع في الحروب النابليونية. وقد وصفت إحدى الصحف العائلة بالسماسرة والمستشارين للملوك في أوروبا وللجمهوريين في الولايات المتحدة.
واليوم يقال أن العائلة تمارس سيطرتها من خلال البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أنها كانت تسيطر على الاقتصاد في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، كما لعبت دور غير مباشر أيضا في السياسة. والعائلة التالية هي عائلة روكفيلر. بدأت إمبراطورية عائلة روكفيلر عام 1870 حين أسس جون روكفيلر شركة ستاندر أويل، وهو ما جعله أغنى رجل في التاريخ بصافي ثروة 400 مليار دولار. وقد حذر الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت من تنامي نفوذ روكفيلر وتشكيله لحكومة ظل في الولايات المتحدة. اشتملت خطة روكفيلر على تمويل إنشاء مقر الأمم المتحدة وتمويل اجتماعات مجموعة بيلدربيرغ السرية التي يكون لها اجتماع سنوي سري لأصحاب النفوذ والثروات في العالم، والتي تهدف لتوحيد ثروات هؤلاء الأغنياء بهدف إبقاء الفقراء على فقرهم. ولا تزال عائلة روكفيلر تواصل أجندتها من خلال السيطرة على بنك مانهاتن وإكسون موبيل وتشيفرون وبريتش بتروليوم. وأخيرا نصل إلى عائلة دوبونت. بدأ نفوذ عائلة دوبونت حين أسس إيلوتير إيريني دوبونت عام 1802 مصنعا لإنتاج البارود في ولاية ديلاوير. أسست العائلة مكانا لها في الولايات المتحدة حين كانت قناة في المفاوضات مع نابليون لشراء ولاية لويزيانا عام 1803. وخلال الحرب العالمية الأولى كانت شركة البارود تزود العالم ب40% من القنابل والمتفجرات. وخلال الحرب العالمية الثانية كانت تنتج البلوتونيوم للقنابل الذرية الأمريكية. ويعتقد أن الدعم العسكري الذي قدمته العائلة للولايات المتحدة خلال الحرب ساعدها في أن تتخلص من الحظر المفروض على زراعة القنب والماريجوانا. واليوم تعد شركة دوبونت ثاني أكبر منتج للبذور المعدلة وراثيا في العالم، كما أنها تقوم بتمويل قبو البذور العالمي، والذي تتركز مهمته في توفير البذور للزراعة وقت الكوارث. اجتمعت كل هذه العائلات في تحقيق هدف واحد، وهو أن الطريق الوحيد للسيطرة على هذا العالم هو أن تسيطر على اقتصاد العالم. من يملك المال يستطيع أن يحكم، بل يستحق أن يحكم.